علاقاتك بالآخرين اعملهم مثل علاقتك بالبنك. أول ما تتعرف عليهم تبدأ تحط برصيدك، كبر الرصيد لا تبدأ تسحب منه، لأنه رح يوصل مرحلة ويخلص. لا تفرض نفسك على أحد، ولا تطلب للحب للاهتمام ولا الاحترام من أي أحد، لأن هناك أشياء بكل بساطة في الحياة لا يمكن أنك تطلبها، فيك تفرضها فرض بشخصيتك، بتصرفاتك، بأخلاقك. حكمة اليوم مبنية على كلمات آل الأديب أحمد خالد توفيق، بيقول: نحن لا نحتاج سوى للرأفة ببعضنا البعض، الرأفة في الحديث، الرأفة في الفعل، الرأفة في التمسك، والرأفة حتى في التخلي. يعني بكل اختصار كون إنسان محترم في محبتك وفي خصامك، لا تفجر في المحبة ولا تفجر في الخصام. تذكر في يوم كنت زوج حبيب قريب لشخص، وتاني يوم صرت غريب. ليس من المروءة ولا من الرجولة ولا من الإنسانية أنك تنشر عرض من كان يوما عرضك وشرفك. كن محترم في النهايات كما كنت تظهر محترم في البدايات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي، ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس بطريقة سهلة جدا. معايا نص كيلو من الفول البلدي بتاعنا العادي، ومعايا ربع كيلو من الفول المدشوش. يعني الفول المدشوش نص كمية الفول البلدي بتاعك، ايا كان بقى تعملي الكمية اقسمي نصها فول مدشوش. انا قعدتهم 5 6 ساعات، انا تقريبا قعدتهم 5 ساعات. وبتشطفيهم طبعا وتحط عليهم ميه وتنقعيهم، وبعدين تصفي الميه بتاعتهم وتبداي تنزلي في الحله بتاعتك بالفول البلدي بتاعك والفول المدشوش، وهبدا احط عليهم الميه وارفعهم على النار. الفول بتاعك يا ريت تجيبيه فول بلدي من اللي هي البيضه الحلوه ديت، ما تجيبيش فول من اللي هو الانجليزي. في نوع اسمه فول انجليزي بيبقى اسود، هو هوريكي شكله على الشاشه دلوقتي. جايبه فول من بره لونه اسود خالص، هو فول انجليزي زي ما انتوا شايفينه كده. فانت هاتي معاكي الفوله البلدي الحلوه دي، تطلع معاكي الفوله مزبده وحلوه وبيضه وحلوه معاكي. حطيت عليهم ميه وحطهم على النار. هبدا اجيب معايا ليمونه، هشيل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت واقسمها نصين واشيل البذر منها، وابدا احطها في الحله بتاعتي على النار. انا حطيتهم في الحله دي ورجعت نقلتهم في حله اكبر. ان حطيهم في حله تبقى واخده معاكي مساحه اكبر شويه طبعا، عشان لسه الفول هيستوي ويزيد معاكي. ده شكل الفل اللي هو القديم زي ما انا بقولك. ده اللي انا اشتريته، شكله اسود خالص، فبقول لكم ما تجيبوش النوع الانجليزي ده. دوت بقى الفول اول ما يبدا يغلي معايا زي ما انتم شايفين كده، هبدا اهدي عليه النار خالص. هدي عليه النار وانا بغطي عليه خالص. انا دلوقتي ما كنتش مغطيه قوي عشان ان هو ما كانش يفور معايا. هبدا بقى تو ما هدي عليه النار قوي، هبدا اغطي عليه واسيبه يستوي مع نفسه، وكل مثلا ساعه ونص كده ابص عليه. هو يعتبر خد معايا تقريبا 4 ساعات 5 ساعات، على حسب كمية الفول الموجودة معاكي. النار شايفين النار، انا حبيت اصورها لكم عشان اوريكم ان النار يعني حاجة بسيطة قوي. هيطلع معاكي الفول بقى مزبد وطعمه جميل، عشان ما هديه النار قوي عليه. غطيت عليه كده وسبته، وشوية كده هوريكم شكله عامل ازاي. او كده بدأ يعتبر السوا بتاعه، شايفين لونه كده يعتبر دخل في سوا معايا. انا كل ما بفتحه ما تفتحيش عليه كل شوية عشان ما يسودش معاكي. الفول المدشوش باين دلوقتي على فكرة، في الاخر خالص مش هتلاقي الفول المدشوش دوت، هيستوي وهينهري، وهو اللي هيدينا القوام بتاع الفول. اللي هو مش هتحتاجي لا تحط عليه دقيق ولا نشا ولا اي حاجة من اللي بتحط عليه عشان تتقله. هو الفول المدشوش ده اللي هيتقله. شايفين الليمونة بتاعتي اتسلقت وبقت خلاص زي يعني ليمونة مزبدة. شايفين عاملة ازاي؟ هو كده استوى كده الفول معانا. شايفين الفولة ذات نفسها كده، الفول عامله ازاي استوت. بس انا لسه هسيبها شويه برضو كمان على النار. هحط لها بقى المكون ده هو اللي هيديني اللون الحلو. المكون ده ايه؟ هو الكركم. هناخد معلقه صغيره من الكركم، دي اختياري عشان تديك اللون بس، مع نص كوبايه ميه، واقلبها كده كويس، ادوب الكركم قوي، وابدا انزل على الفول بتاعي. الفول بتاعي استوى، احط عليه الكركم وابدا اسيبه يستوي
يعني خلي الكركم ياخد ربع ساعة كده على النار عشان يطعمه يبقى ما يبقاش باين. هو في الاخر طعمه مش هيبقى باين، هو بس هيدي معانا لون بس لايه، ان هو يستوي معاكي ما يبقاش فيه طعم كركم او حاجة. هقلبه اهو، شايفين اللون يعني لون الكركم صفره ازاي وبقى لونه جميل، وهيعجبكم قوي اللون بتاعه. وممكن ما تحطوهوش، هو يعتبر طريقته سهله قوي، مش محتاجه ان انتي افتكاسات ولا عدس ولا رز ولا اي حاجه ولا طماطم ولا بصل. بشوف حاجات بنحطها حاجات كتير، فاعملي بس الطريقه دي هتعجبكم قوي. يا ريت تتفرجوا معايا الفيديو، تدعموني بلايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. شايفين شكله عامل ازاي؟ اللون جميل 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 كده. الفول بتاعي استوى اهوت، والحبايه بتاعتي استوت، والفول مدشوش دلوقتي يعتبر خلاص كده ما عادش موجود كده اهو. يعتبر خلاص الفول اللي هو البلدي بس اللي موجود. هو دلوقتي لسه سخن، يعني اما يتقل بقى اما يبرد هيتقل اكتر من كده. هبدأ اوريكم بقى شويه كده واحطهم لكم في طبق كده، واحط عليه ملح وزيت وهنظبط طبق فول يعني واوريكي شكله. هنبدأ حط عليه ملح حسب طبعا كمية الفول اللي قدامك. حطي كمون، هنحط زيت، عايز تحطي زيت زيتون حطي، زيت عادي حطي ذرة. هتحطي عليه ليمون برضو على حسب الرغبة، بتحبيه بليمون حطي، مش عايزة ليمون ما تحطيش. وتبدأي تقلبيه وتهرسيه. عايزة تاكليه كده تقلبيه وتاكليه كده ماشي، عايزة تهرسيه ماشي، عايزة تضربي الفول في الخلاط او في الكبة تهرسي خالص ماشي. الطريقة اللي انت بقى بتحبيها اعمليها، اهم حاجة الاساس بتاعنا الفول اللي احنا عملناه. على فكرة طريقة سهلة جدا وما بياخدش معاكي حاجة في العمايل. هتحطيه على البوتاجاز وتهدي عليه النار اول ما يغلي، وتهدي عليه قوي وتسيبيه قيمة ساعة كده ولا ساعة ونص، وتبص عليه. ما تبصيش عليه كل شوية زي ما انا قلتلك عشان يطلع معاكي فول فاتح وجميل. شايفين طبق الفول عامل ازاي وطعمه جميل جدا؟ جربوا الطريقة هتعجبكم قوي قوي قوي. شايفين بطفلكوا الاضاءة برضه عشان تشوفوا شكله ولونه. شايفين التاني اللي انا وريتهولكوا بره كان عامل ازاي، كان لشريان من بره كان اسود ازاي. دلوقتي كده بعد ما برد معانا الفول، او شايفين شكله تقل ازاي، ولا من غير دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، ده من الفول المدشوش. نص كمية الفول البلدي بتاعنا، هاتي فولة بلدي حلوة. نص كمية الفول فول مدشوش. انا جبت نص كيلو فول وربع كيلو فول مدشوش بكام؟ يعتبر الاتنين ب24، قولي 25، عملوا معايا قيمة ب60 جنيه فول. يعني يعتبر الضعف واكتر من الضعف. الكيس انا الحبه اللي انا وريتهم لكم من شويه اللي هم كانوا لونهم غامق، دول كانوا ب10 جنيه، قيمه 10 معالق فول. فانتي هتعمليه في البيت نضيف وطعمه حلو وفاتح معاكي وجميل جدا وموفر كمان. هنعمله اكياس كده زي يعني اكياس اكنك جايباه من بره، تحطي في الفريزر وتطلعي منه كيس بكيس كده على قد الاكله اللي انت عاملاها. اهو شايفين الكيس شكله جميل وطعمه والله العظيم جميل وسهل جدا. لو بتشوفيني على الفيس اعملي لي لايك ومتابعة عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد بنزله. هبدأ اعبيه اكياس زي ما انا قلت لكم كده. الفول بتاعي يعتبر عمل معايا 10 11 كيس. يعتبر الكيس ده ب5 جنيه. آه، الكيس اللي انا كنت جايباه من بره ب5 جنيه، جايبه كيسين اللي انا وريتهم لكم دول ب10 جنيه. ده كده عملوا 10 11 كيس، يعني قيمة 55 60 جنيه على يعني ايه، على حسب الكمية اللي انت عاملاها. شايفين الحلة من تحت ما لزقش فيها الفول خالص ولا اي حاجة، ليه؟ لان موطية عليها جامد النار. وبعدين ما بتوطي النار ولا الحلة بيحصل لها حاجة، ولا بتشيط ولا بيحصل لها حاجة، ولا الفول ولا ولا الحله بتحصل لها حاجه، ولا والفول ذات نفسه بيطلع مزبد معاكي، ما انتش مستعجله عليه. وبعدين ما تنقعيش الفول كتير، ليه؟ لان هيقشر معاكي. ما بتنقعي معاكي الفول لتاني يوم كده هتعمليه فول نبت، لا نقعيه 5 ساعات بالكتير. شايفين الفول مزبده ازاي؟ يا رب طريقه النهارده تكون عجبتكم. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.